العمر ما بين 15 و 25 عام كيطرا بزاف ديال التغيرات في حياتك. كتعرف ناس كيمشيو ناس، كتبدا تفكر الاهداف ديالك شنو خصك دير في حياتك، وكتبدا كتاخذ القرارات ديالك بوحدك. وبكل صراحه الا كنتنقد انا نرجع ل 15 عام، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كنت غنبغي نقول راسي باش كاع ما نديرهم. ولا كان العمر ديالك ما بين 15 ل 25 عام، ضروري تكون عارف هاد 5 ديال الحوايج، والاخر هي اهم وحده. وبالمناسبه لا كاع ما كنتي كتعرفي معك ياسين، ملي كانت عندي 15 عام والهدف ديالي هو انني نولي شخص احسن، والهدف ديالي هو انني في طريقي نعاون الناس اللي بحالي واللي بغيو يوصلوا لزوبجيكتيف كبار. ما نطولش عليك بزاف وندوزو للدرس رقم 1. عادي تكون مختلف. واحد من اكثر الحوايج اللي كنت كنعيشهم فاش كنت في الليسي هي انني كنت كنحس ديما براسي مختلف على الناس كاملين. في الوقت اللي الناس كيبقاو كيفكروا انهم يلعبوا ينشطوا يزهيوها ويخلقوها بالدارجه، انا كنت ديما هز الهم انني خصني نولي انسان احسن، خاصني نديفلوبي راسي، خاصني نديفلوبي الكاركتير ديالي، خاصني نعرف ناس واعره. وهاد القضيه من واحد الناحيه كاين اللي كيقول لك عادي لعب، عادي فرح، عادي ضحك. اتفق، علاش خاصك تستمتع بالصغر ديالك ما حدك مازال صغير، حيت فاش غتكبر غتندم عليه. ولكن في نفس الوقت اللي انت كتستمتع ما تنساش باللي راه عندك واحد المستقبل تابعك من بعد. ما تنساش باللي راك واخا مازال صغير تقدر دير واحد الاخطاء اللي ما كاينش فين ترجع لها من بعد. يعني عرف باللي راه تقدر دير شي اخطاء اللي كاع ما غتقدر ترجع عليهم، وحاول تفهم وتعرف بالضبط شنو خاصك دير، وحاول تبدا تهندس في حياتك وتبدا تدرس شنو باغي دير في حياتك ما حدك مازال صغير. ما تعيش بحال دوك الناس اللي كيبقاو كيقراو وما عارفينش علاش تيقراو، وفاش كيوصلوا لواحد العمر كيكتشفوا باللي دوزوا وقتهم كامل ضحك، دوزوا وقتهم غير في القرايه وما جربوا حتى حاجه جديده، وفي الاخر كتلقاهم واحلين وما فاهمينش اش باغيين يديروا في هذه الحياه. ومع الاسف بزاف كيجيو باكتئاب وكيمرضوا. السبب هو انهم دوزوا الوقت في التفليه، بقاو غير كيقراو قرايه مزيان قرا، ولكن جرب استمتع، عيش صغرك، باش مابقاش غير مع انك لا خصك تكون بحال الناس. عادي تكون مختلف، الاختلاف ديالك هو اللي كيميزك. وهذا هو الفرق ما بين شخص كيكتشف شنو باغي في حياته وكيهندس حياته وكيعرف شنو باغي يوصل فين باغي يوصل، وشخص اخر كيبقى مقابل غير التفليه في صغره. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك عادي تكون مختلف. ثاني حاجه واللي بصراحه غتجي بزاف الناس غريبه، ما تكونش كتحشم. فاش كنكونوا صغار كيربيونا والدين على انك خاصك تكون كتحشم، فاش تهضر مع الاستاذ هضر معاه باداب وهذا الشيء كامل. وبصراحه عندهم الحق، حيت مزيان تحترم الناس ومزيان تكون مزيان مع الناس، وبالعكس خاصك تكون مزيان مع كل شيء. هكا تربينا وهذا هكا الدين ديالنا كيحثنا وهكا الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيحثنا. ولكن ما تكونش كتحشم لدرجه كاع ما تشد الفرص. الحشم ماشي مرات تقدر تكون سبب، وكتكون ديجا سبب لبزاف ديال الناس باش انه كتلقى عنده واحد الفرصه، عنده واحد الكونفرساسيون يقدر يديرها مع واحد الشخص اللي تحل ليه بيبان كثار وما كيديرش ديك لا كونفرساسيون وما كيهضرش مع ديك الشخص وما كيدويش مع ديك البنت. علاش؟ لحقاش حشمان انه يمشي وياخذ البادره ويبادر هو الاولاني باش انه يهضر مع واحد الشخص اللي قد يحل ليه بيبان من بعد. حيت لا كونفرساسيون بالمناسبه ما هما الا ساروت الفرص جديده، الحوايج جديده، شي حوايج اللي كاع ما كنتي عارفهم. يمكن تعرف تكنولوجي جداد، يمكن تعرف ناس جداد، يمكن تعرف علاقات، دير علاقات مع ناس كبار باش هكا تولي مثلا خدام في واحد المارشي مزيان. ولكن الا كاع ما هضرتي وحشمتي غتكون انت السبب، وانت السبب باش انك كاع ما توصل لداكشي اللي باغي توصل ليه. يمكن تجيك حاجه عاديه، ولكن الحشمه تقدر تكون العائق ديال النجاح ديالك في هذه الحياه. يمكن تولي انسان فاشل بمعنى الكلمه، انسان فاشل. السبب ديالك هو انك كتحشم، يعني ما كتشد الفرص. واحد الشخص كيبان لك باللي من بعد غادي يفيدك، هضر معاه، سير عنده قول ليه اش كدير، شنو نقدروا نخدموا مع بعضياتنا. بني الشخصيه ديالك، حاول تكون قوي. فاش تمشي لشي مجمع فرض راسك على الناس، ما تخليش الناس تفرض راسها عليك. هكا خاصك تكون كراجل، خاصه كراجل. الا البنت كانت كتحشم جات معاها، انت كراجل اللي كنتي كتحشم غتكون سبب في الدمار ديالك وفي حياتك كامله، غادي تدمر وما غتوصل حتى حاجه من داكشي اللي بغيتي توصل ليه. دونك كون مسؤول وما تبقاش تحشم، وفين ما كانت شي فرصه كون بحال الصياد، لوحس النار ديالك وغتشد ديك الفرصه وغتوصل لديك الهدف اللي باغي توصل ليه، وغتعرف دوك الناس اللي باغي تعرف، وغتوصل فين بغيتي اللي كاع ما كنتي كتحشم. دونك ما تخليش الحشمه تكون سبب باش انك ترون حياتك. ثالث حاجه، تقبل الرفض وكمل طريقك. علاش الاغلبيه ديال الناس فاش كيمشيو كيحاولوا ياخذوا الفرصه ديالهم كما هضرت في الاول، كيجيو
كيفيسيهم واحد الرفض، كيجيك واحد الرفض في وجهك، كتمشي كتدق واحد الباب كيحلوا لك الباب، كيشوف لك خونا في وجهك داك الشخص اللي بغا يهضر معاه وكيسد لك الباب على وجهك. علاش بنادم كيخلي هاد الحاجه سبب في انه يوقف وما يكملش الطريق؟ علاش ملي طيح ما تنوضش؟ علاش ملي طيح تخلي الطيحه سبب في انك تولي انسان فاشل؟ علاش تخلي الطيحه سبب في انك تهرس؟ علاش ما تستعملش الطيحه انك تولي انسان قوي؟ فالجابون فاش كتهرس لهم شي حاجه في واحد الثقافات ديالهم قدام، اي حاجه كتهرس كيشدوها كيلصقوها بالذهب، اي حاجه كما كانت كتلصق بالذهب، بحيث ان اي حاجه تهرسات كتولي بالذهب، دونك كتولي كتزاد القيمه ديالها، كتولي ثمينه اكثر، كتولي القيمه ديالها كبر. علاش ما تكونش بحال هكا؟ علاش ما تخليش اي فرصه قدامك ولا اي فشل ولا اي رفض سبب باش انك تولي شخص قوي؟ حيت راه كل مره كتسمع لا كتقربك الاه. ما يمكنش تجي انت مثلا باغي تبيع شي حاجه اللي غاليه وتهضر مع 10 الناس ويقولوا لك كاملين لا، وتقول لا قالوا لي لا ما بقيتش غنجرب عاوتاني. وانت في حياتك كامله شنو محتاج وحده باش تبدل حياتك كامله. شي مرات كيقول لك محتاجين وحده باش حياتنا كامله تقلب. وحده ويمكن تبقى في لا 100 الاولى، 100 الثانيه، 100 الثالثه، وداك 301 يكون هو التغيير اللي غيطرا لك في حياتك. وهذا هو الفرق ما بين شخص راسو قاصح باغي يزكى تيوصل فين بغى يوصل، وشخص اللي خاصو غير السباب باش يستسلم. باش في الحياه راه كتستسلم وما كدير حتى حاجه في حياتك، هي كتعلم، هي كتوصل فين بغيتي. دونك الا كاع ما كان الاستسلام مطروح في حياتك، هادشي كيعني بلي عندك جوج د الحوايج، يا اما غادي تتعلم يا اما غادي توصل. وهكا بالطبع غتكون وصلتي للشيء اللي بغيتي توصل ليه، ومع الوقت ان شاء الله غتوصل فين بغيتي توصل. رابع حاجه، قول لا بلا ما تحتاج تفسر. فاش كنقولوا لا هادشي ما كيعنيش بلي حنا ناس خايبين، وما كيعنيش بلي حنا ناس انانيين، وما كيعنيش بلي حنا ناس كنفكروا غير راسنا. فاش كتقول لا كتكون كتعني بلي راك انت واحد الشخص كيحترم وقته، الشخص اللي كيحترم الانرجي ديالو، الشخص اللي كيحترم الوجود ديالو في ايتها بلاصه. دونك فاش يسولك شي واحد على شي حاجه، ولا فاش يطلب منك شي واحد شي حاجه، ولا فاش يبغي منك شي واحد شي حاجه وما تكونش انت باغي ولا قاد، ما محتاجش تبقى تفسر ليه بزاف. تقدر تقول ليه لا ما مساليش، لا ما بغيتش، لا سير الله يسهل عليك، سالينا. انا شخص كنحترم وقتي، انا شخص كنحترم الانرجي ديالي، اسمح لي سير الله يسر لك امورك، لا انا راه ما مساليش اليوم. ماشي انا اناني، ماشي انا احسن منك، غير انا كنقدر وقتي انا اليوم ما مساليش. علاش بنادم ظريف بزاف ما كنفهمش؟ الظرافه مزيانه ولكن حاول تحترم راسك، ما تخليش الناس تولي كتستعملك، ما تخليش الناس تولي كتستحمرك بالدارجه. فاش ما تبغيش دير شي حاجه قول لا سالينا. انت ما بغيتش ديرها صاحبي ما ديرهاش. هذا هو الفرق بين انك تكون راجل وتكون عارف اش كدير وانك تكون ظريف بزاف. ما تكونش ظريف بزاف، كون فاهم اش كدير، احترم راسك انت الاولاني. كنتمنى تكون الفكره واضحه. ندوزو لخامس حاجه، تعلم ديما مهارات جديده. المهارات نقسموا لجوج ديال الانواع، وقلت لكم هذه اهم حاجه. اول حاجه سوفت سكيلز. سوفت سكيلز هما المهارات اللينه بالعربيه، يعني ايتها مهاره اللي كتعاونك تخدم اون جروب، انك تكون كتعرف تهضر مع الناس، هذه سوفت سكيل. انك تكون كتعرف تخدم اون جروب، هذه سوفت سكيل. انك تكون كتعرف تسول الناس باش تاخذ لي زانفورماسيون اللي انت محتاج، هذه سوفت سكيل. انك تكون تجلس في مجمع وتناقش معاهم مثلا امور وتفرض راسك في واحد المجمع، هذه سوفت سكيل. هادو كاملين مهارات مهمه بزاف باش تخدم اون جروب. يعني اي خدمه بغيتي تخدمها، بغيتي تخدم في الشركه، بغيتي تخدم اي حاجه، كيسولوك على السوفت سكيلز ديالك. واش انت شخص اللي عندك سوفت سكيلز، يعني عندك ديك المهارات اللينه باش تقدر تخدم اون جروب. والسوفت سكيلز شي مرات كتعتبر مهمين اكثر من الهارد سكيلز. علاش واحد الشخص مثلا كيخدم غير راسو ما كيخدمش اون جروب يقدر يكون سبب باش يدير لك مشكله في الشركه ديالك، لحقاش كاع ما كيقدر يخدم اون جروب، دونك غالبا كاع ما يكون افيكاس في التيم. النوع الثاني ديال المهارات هما الهارد سكيلز، المهارات الصلبه. هاد المهارات هادو بحال الديفلوبمون، بحال الشكل ديال ديزاين، بحال الشكل ديال مونتاج فيديو،
بحال الشكل ديال الكودين، الكوبي رايتين، يعني كتعرف تكتب الكوبيز لاي حاجه. هادو هما الهارد سكيلز. يعني الا كان عندك الهارد سكيلز غتكون واحد الشخص اللي عندك حرفه. والا كانت عندك حرفه وكانوا عندك ديك السوفت سكيلز الاولانيين، هادشي كيخليك انت واحد الشخص اللي ضابط اموره. الا كنتي شاد واحد الهارد سكيل وضابطه مزيان وعندك دوك السوفت سكيلز الاولانيين، هادشي سبب كافي باش انك تقبل في واحد الشركه وتخدم معاهم وتكون افيكاس في التيم، لحقاش ديجا عندك الهارد سكيل، ديجا عندك الحرفه في يدك، وعندك السوفت سكيل باش تخدم اون جروب، باش تخدم مع التيم. وهكا كتكون حليتي لراسك بزاف ديال الفرص، وهكا كتقدر تكون بنيتي لا كارير ديالك ولا بديتي تبني لا كارير ديالك. دونك تعلم السوفت سكيلز وتعلم هارد سكيلز، حيت هاد جوج مهمين باش تبدل حياتك كامله. الا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تشوف هذا الفيديو هذا، حيت فريمون غادي يفيدك، وتهلا ليا في راسك، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.